سلام عليكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو ووجدتم فيه فائدة فلا تبخلوا علينا بدعمكم. اشتركوا في القناة لتصلكم كل جديد. اضغطوا على زر الإعجاب لدعم المحتوى. فعلوا زر الجرس ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد. السودان يعيش واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية في العالم اليوم، حيث تتداخل الحرب، النزوح والمعاناة اليومية للمدنيين مع محاولات خجولة لبث الأمل. المشهد السياسي والعسكري. تصاعد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى سقوط مدن رئيسية مثل الفاشر في دارفور، ما تسبب في موجات نزوح ضخمة. الولايات المتحدة عبر مستشاري الرئيس ترامب نددت بالفظائع المرتكبة ودعت إلى محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين، مؤكدة أن السلام في السودان أولوية. دول الجوار مثل مصر وكينيا شددت على أن وحدة السودان خط أحمر، بينما حذرت الإمارات من أن الحرب الأهلية يجب أن تنتهي فوراً. مأساة إنسانية للأطفال. أكثر من 13 مليون نازح يعيشون أوضاعاً مأساوية، ما جعل الأزمة السودانية من أكبر الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث. في مخيمات النزوح ظهرت مبادرات بسيطة مثل الموسيقى والشخصيات الكرتونية لمحاولة مداواة جراح الأطفال النفسية، حيث رقصت شخصيات مثل ميكي ماوس أمامهم لتخفيف الخوف والصدمة. صور الأطفال السودانيين انتشرت عالمياً، بعضها حقيقي وبعضها مشكوك فيه، لكنها جميعاً تعكس حجم التعاطف الدولي مع هذه المأساة. دعوة للحل في السودان. السودان لا يحتاج إلى مزيد من الدماء، بل إلى مزيد من التضامن. الحرب ليست قدراً، والحل يبدأ حين نرفع أصواتنا معاً من أجل السلام، من أجل الأطفال، ومن أجل مستقبل يستحق الحياة. كيف نشارك؟ انشر الفيديو ليصل صوت السودان إلى أبعد مكان. شارك الرسالة مع أصدقائك وعائلتك، فكل مشاركة تضيف قوة لصوت السلام. ادعوا إلى الحل، وقف إطلاق النار، فتح ممرات إنسانية، ودعم مبادرات المصالحة. السودان ينادي، فلنكن نحن الجواب. شارك الفيديو وكن جزءاً من الحل. خلاصة جذابة: السودان اليوم هو قصة صراع بين الحرب والأمل. على أرضه تتقاطع أصوات المدافع مع ضحكات الأطفال في المخيمات، وتتصارع القوى الدولية على مستقبل بلد أنهكته الانقسامات. لكن وسط كل هذا يظل حلم السودانيين بسيادة السلام والعودة إلى حياة طبيعية هو العنوان الأبرز الذي لا يمكن تجاهله.